الحقيقة لما الواحد بيقعد يتكلم عن الحب، حب زمان وحب دلوقتي، بتحس كده ان انت تايه في النص. الناس زمان كان حبها رايق، كان حبها فيه رومانسية كبيرة جدا. مش بقول انه دلوقتي مفيش رومانسية، في ناس طبعا رومانسية كتير، بس بيعبروا بطريقة مختلفة عن رومانسية زمان. يعني مثلا كان الكاتب محمد حسنين هيكل، ازاي كان بيحب وبيكن كل المشاعر القوية لزوجته. ورفيقة عمره السيدة هداية كتب لها بيقول: إن الدنيا يا حبيبتي كانت كريمة معي، ولقد اعطتني أكثر مما أستحق ومما حلمت به، وربما أكثر، وهو وجودك معي. وعندما أذهب للنوم العميق بعد حياة طويلة، فإن الزمن الذي عشته يقظا كان جميلا في كل أحواله وأشكاله، وأشهد أمامك وأمام كل الدنيا والزمن لم يترك لي سببا كي أنظر الآن ورائي في أي أسى أو ندم أو غضب. رعاك الله يا حبيبتي، ورعى أبناءنا الثلاثة وزوجتهم وأبنائهم. رعاك الله يا حبيبتي ورعاهم. الحقيقة كانوا زمان بيكتبوا لبعض جوابات بطريقة فيها شرح للمشاعر، ومعرفش النهاردة إذا كان لسه في حد بيكتب ويوصف مشاعره في جواب ولا لأ. دلوقتي في الواتساب وماسنجر، وللأسف حتى لو لسه في حد بيحب من قلبه زي زمان وبيكتب مشاعره دي في رسالة على الواتساب أو غيره، للأسف الرسالة دي غالبا بتتمسح بسبب سهو أو مشكلة في التليفون، وبتتمسح معاها الذكرى الجميلة المشاعر انت عشتها. لكن زمان أيام الجوابات، أيام ما كنت تقعد بالساعة والاتنين وانت ماسك قلمك وحاضن ورقتك عشان تكتب كلمات تعبر عن إحساسك، توصفها لحبيبك عشان تعرفه انت قد ايه بتفكر فيه وحبه ملك قلبك. والجواب ده يعيش بالسنين جوه صندوق الذكريات، محافظ عليه وشايله بعيد عن الأيادي والعيون. ده كان حب زمان وطريقة التعبير عنه. انتوا كمان قولولي ازاي بتعبروا عن حبكم دلوقتي.